السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دي كمالة فيديو الفطام يا جماعة، كمالة الفيديو بتاع الأرنبة ديت اللي لسه فاطمين من عندها طبعا. بنكمل بالفيديو ده، هننزله بعد الفيديو التاني على طول عشان طبعا الوقت بتاع الفيديو ما يطولش، عشان التحميل بتاع النت ما يكونش بطيء. هناخد برضو الأرنبة ديت. الأرانب دول عمر حوالي 35 يوم برضو أو 37 يوم، حاجة زي كده. هنفطم برضو كل أرنب لوحده، عفوا هنوزن كل أرنب لوحده، وهنوزن برضو الباقي كله مع بعضه. ده برضو كيلو و 40 جرام اهو. هم برضو حوالي 7 أرانب. ده 815 جرام برضو. ما تزعلش يا جماعة لما الأرنبة تفوت عشاء، بتاخد الوقت اللي هي انت بتاخد الوقت اللي هي ما كانتش عشار فيه ده في الخلفة بتاعتها. يعني لو انا دلوقتي الأرنبة دي كانت عشرت من اول 10 ايام، كنت طبعا ان انا جيت افطم، لقيت 700 جرام و600 جرام وحاجات غريبة كده. فطبعا كده افضل، لان العشر ايام دول او السبع ايام دول جابوا نتيجة معايا في الخلفة، جابوا نتيجة في الفطاء. 700 حاجة و80 اهو، كيلو حاجة و80 عفوا. ارنب ده شاقي شوية. مش هنعرف نوزنه يا جماعة، خليه مع اخواته وهنشوف غيره. 940 جرام اهو، 950 جرام. ده اقل ارنب فيهم اهو، 700 حاجة و80، يعني داخل على 800 جرام اهو. ده اخر ارنب، 7 ارنب، كيلو و30 جرام. وهنحطهم برضو كلهم على الميزان يا جماعة، وهنشوف الوزن بتاعهم قد ايه. اهم يا جماعة الارانب على الميزان، الوزن بتاعهم كيلو، 7 كيلو وشوية، 7 كيلو وشوية هم يا جماعة. طبعا الميزان ده كويس جدا بالنسبة للعمر بتاع الأرانب. بالنسبة لعمر 37 يوم أو 38 يوم، الميزان ده كويس جدا. طبعا الأرانب الأمهات ديت هتولد، هنحط لهم ولادات إن شاء الله، هيولدوا قريب. يعني كل واحدة فاضل لها حوالي 5 أيام، واللي فاضل لها 6 أيام وتولد. هنبدأ إن إحنا طبعا برضو نفرش لهم الولادات، نجهز الولادات، نحركها برضو ونطهرها، ونبدأ نعلق لهم الولادات، ونحط لها فرشة طبعا عشان الشتاء، زي ما قلنا في فيديوهات كتير قبل كده. الأرانب الفطام دي يا جماعة لازم إن إحنا طبعا هنحط لها وجبة أقل شوية من اللي كانت بتاكلها مع الأم أول 3 أيام، وهنبدأ إن إحنا نزود لها تاني. الزيادة طبعا في العلف يا جماعة هتكون بطريقة تدريجية، عشان طبعا العلف ما يعملهمش أي مشاكل معوية. المكان طبعا بتاعهم يا جماعة هيكون نظيف دايما. ال- المية بتاعتهم هتكون نظيفة. هينزل لهم مضاد سموم أول 3 أيام، وبعد كده هينزل لهم مرة كل أسبوع. هنزل لهم رافع مناعة بعد مضاد السموم ما يخلص بيوم، يعني بعد مضاد السموم ما يخلص هتنزل لهم برضو يومين ولا حاجة رافع مناعة. بعد كده برضو بيومين هتديهم يومين مياه نظيفة، وتبدأ تنزل لهم يومين ولا حاجة برضو أملاح. وهتبدأ كل 15 يوم إن أنت تعمل الكرة دي تاني، تنزل لهم مضاد سموم مرة واحدة في الأسبوع. والأملاح والرفع المناعة هيبقى كل 15 يوم يومين ورا بعض، وبينهم وبين بعض هيكون فيه ميه نظيفه. طبعا الانتاج ده يا جماعه لازم ان انت تخلي بالك منه، لان الانتاج بتاعك هو الربح اللي انت بتستفيد بيه من المزرعه، مش ان انت تحافظ على الام وتخلي بالك من الام وتهمل الانتاج او تهمل الارانب الصغيره. لان ارانب التسمين دي يا جماعه هي الحصاد بتاع الزرعه بتاعتك، فلازم ان هم يكونوا التحويل بتاعهم كويس، لازم تكون الصحه بتاعتهم كويسه. لازم ان الارنب تبيعه في وقت محدد، ما يزيدش عن كده، عشان طبعا ما يبداش ان هو ياكل منك علف ياما وما يحولش معاك لحم. لان لو كل منك علف ياما وما حولش معاك لحم، يبقى انت كده بتخسر. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو.
لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.